باسم المكتب المحلي للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان بطنجه. نهنئ الشغيله المغربيه بمناسبه ذكرى فاتح ماي، اليوم العالمي للشغل، وندين تواطؤ السلطات المحليه مع اعضاء العمل والبطرونه فيما يتعلق بتسهيل عمليات التسريح الجماعي للعمال وعمليات الفصل التعسفي، وعدم لعب دور ايجابي في الحفاظ على استقرار الشغل بطنجه وبسائر المدن المغربيه. كما نستنكر الدور السلبي الذي تلعبه مفتشية الشغل فيما يتعلق بحل النزاعات الجماعيه والنزاعات الفرديه، حيث انه جميع النزاعات الجماعيه والفرديه المعروضه على مفتشية الشغل لا تنتهي الا بفشل الصلب وفشل التدبير ديال المفتشيه، وبالتالي احاله جميع الملفات على القضاء. وبالمناسبه ندين بطء المساطر القضائيه فيما يتعلق بحل نزاعات الشغل داخل المحاكم، وبطء اصدار الاحكام لفائده العاملات والعمال. واخيرا نشكل تهنئه للعاملات والعمال بمدينه طنجة.